يعني باعتقادك أن الحكومة العراقية تماطل من أجل الخروج من الفصل السابع وبعد ذلك ستقوم بتحركاتها؟ والله لكل مقام مقال. أنا أعتقد أنها تماطل من أجل أن تخرج من البند السابع، أما ماذا ستتصرف، وطبعا هاي الحكومة العراقية مو باقية، أما أكو انتخابات. الحكومة القادمة غير ملزمة بالاتفاقات التي أو بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية. ممكن أن تكون الحكومة القادمة أفضل من الحكومة الحالية، ممكن أن تكون أكثر حرص، ممكن أن تكون أكثر شدة، ممكن أن تكون أكثر قوة. هذا أمر يحكمه الزمن. هو هذا النظام الديمقراطي، هو هي شيء. طب إن كان هذا النظام ديمقراطي وتؤمنون بالديمقراطية، هذه الحكومة حكومة منتخبة من الشعب، صناديق الاقتراع جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي عندما نتحدث عن السياسة الخارجية، هذه الحكومة هي التي ترسم السياسة الخارجية للعراق، هذه الحكومة المنتخبة التي جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وليس حزب الله أو جيش المهدي أو أي حركة أو حزب آخر موجود في العراق سواء مشترك بالحكومة أو لا. أنا سألك أنه إذا اجى واحد وزير مثلا بالحكومة وسرق 17 مليار دولار أو خرج، الحكومة ما حاسبته، حزب الله إلى الحق أن يتخذ إجراء؟ أو المواطن العراقي إلى الحق أن يتخذ إجراء؟ لو لا، ما إلى حق. ما هي إجابتك سيد واثق على هذا السؤال؟ أنت ضيفي وليس أنا ضيفك. سيد واثق، سيد واثق، أنت ما هي إجابتك على هذا السؤال؟ هل أنتم ستتخذون عدلكم، ستمارسون العدل من وجهة نظركم بحق من يسرق المال العام، بحق هذا الوزير الفاسد؟ سيد واثق تسمعني؟ انقطع الاتصال، تفضل. نعم، أنا أسألك عن إجابتك على هذا السؤال. يعني هل حزب الله هو الذي سيكون القاضي تجاه المفسدين من الوزراء في الحكومة؟ هل سيمارس قضاءه الخاص؟ لا، حزب الله قوة وطنية سياسية إسلامية موجودة في الساحة، طبعا إلى كلامه، إلى صوته، يجب أن يسمع صوته ويجب أن تتخذ إجراءات. يعني ما يصير احنا المجرم نسكت عنه، والإجراءات التي تتخذ وتضر مصلحة الشعب العراقي، تضر أرض العراق أو عرض العراق أو الدم العراقي، تمر مرور الكرام. احنا لابد أن يكون لنا صوت. احنا كحزب، الحزب يعني مجموعة من الناس ينتمون إلى بلد ويدافعون عن هذا البلد وعن حق البلد، وبالتالي باعتبارنا احنا حزب سياسي إسلامي، المفروض أنه يكون لنا صوت، يكون لنا كلام.